ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض شاورما بالعيش السوري بطريقة سهلة ومكونات بسيطة جدا. بقطعة لحمة هنعمل كمية حلوة جدا من الشاورما. قطعة لحمة، اي نوع لحمة، بس لازم نوع اللحمة تستوي على طول. طبعا اللحمة مقطعهاش شرايح رفيعة. ومعايا بقى ايه، معلقة كبيرة من الثوم البودر والبصل البودر وجنزبيل وحبهان البودرة والزعتر، ومعلقة صغيرة من زيت الزيتون وملح، وكمان خل تفاح ودبس الرمان، ومعلقة كبيرة من الزبادي. اهم حاجة الزبادي طبعا. هنحط بقى ايه الزعتر وزنجبيل وكمان البابريكا زي ما انتوا شايفين، والثوم البودر والبصل البودر، وكمان الفلفل الاسود والملح. تمام. وكمان هنحط بقى ايه علبة الزبادي، يعني معلقة كبيرة من علبة الزبادي. تمام. زي ما انتوا شايفين، اهم حاجة التوابل بتاعتنا طبعا، واهم حاجة بقى زيت الزيتون عشان بيديك الشاورما في حتة تانية. هنحط بقى ايه معلقة كبيرة من دبس الرمان، وكمان معلقة صغيرة من خل تفاح او خل ابيض، المتاح عندك الخل التفاح او خل الابيض عادي، مفيش اي مشكلة طبعا. زي ما انتوا شايفين كده هنبدأ نحط الايه الدبس الرمان. بجد بيديكي تست حلو وطعم حلو جدا. طبعا هي عشان الجو برد لازم يعني ايه في الازازة. زي ما انتوا شايفين هحط بقى معلقة الايه الخل كده، مش هكتر من الخل التفاح، معلقة صغيرة. تمام. طبعا بنقلب كل المكونات دي كلها مع بعض، وبعد كده بقى ايه بغطيها كويس وبسيبها في التلاجة ربع ساعة او اكتر حسب الرغبة. زي ما انتوا شايفين هنيجي بقى على البوتاجاز، حطيت بقى ايه يعني معلقة صغيرة من الزيت. تمام. احط بقى ايه الشاورما نديها صدمة. لازم الصدمة بتاعت الطاسة يعني عشان ايه مش تنزل معانا مية ولا اي حاجة ولا سوائل ولا اي حاجة خالص. تمام. جبت بقى ايه بصلة كبيرة قطعتها جوليانو، وكمان 2 من الفلفل الاخضر قطعته جوليانو برضو. بس مش عندي طبعا فلفل الوان ولا بصل، فلفل الوان مش عندي يعني متاح. زي ما انتوا شايفين طبعا اللحمة اديتها تشويحتين لغاية ما يعني تتجانس كده وشكلها حلو، ما فيهاش اي مية ولا سوائل ولا اي حاجة. نزلت طبعا بالبصلتين اللي انا مقطعاهم جوليانو زي ما انتوا شايفين. شايفين بقى اللون عامل ازاي، يعني تحفة بجد جميلة جدا. وطبعا مش عايزين فيها زيت كتير ولا اي حاجة. معايا طبعا ايه الفلفل اللي انا قلتلكوا عليه، عايزينه سبايسي حار طبعا حسب الرغبة. زي ما انتوا شايفين هقلبها تقلبتين واسيبها 5 دقايق على النار، وبعد كده طبعا ايه بأطفى عليها. وبعد كده ان شاء الله هنبدأ نشوف هنعمل ايه طبعا مع بعض يا حبايبي. شايفين الشكل عامل ازاي اللحمة واللون جميل جدا. طبعا مش كان عندي فلفل الوان عشان احطه يعني في الشاورما وكده. حطيت البصل الاخضر والبصل ويعني حلو جدا. طبعا انا عملت جبت عيش سوري زي ما انتوا شايفين جاهز، ملحقتش يعني اعمل العيش. تمام. جبت بقى عملت ايه طحينه كده، طحينه انا عملت معاكم في الفيديو، عملتها حلقه. دي الطحينه اللي انا كنت عاملاها في البيت. طبعا حطيت عليها معلقه كبيره من الايه من الزبادي وفصين توم فلفل اسود وملح وبس كده. خدت بقى معلقه ودهنتها في العيش كده زي ما انتوا شايفين من تحت. طبعا جبت بقى جبنه موزاريلا، اي نوع جبنه انت حباه. تاخدي بقى ايه معلقه كبيره من الايه الحشوه بتاعه الشاورما اللي احنا عملناها مع بعض زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. وهبدأ بقى ايه عايزة بقى بعد ما تعملي الحشوة يعني عايزة تحطي تاني طحينة عادي مفيش اي مشكلة، بس انا حطيت الجبنة. تمام. وابدأ بقى ايه الفها كده رول كده طويل، وبعد كده بقى ايه اعمل كل الكمية بتاعتي زي ما انتوا شايفين بدهنها كلها. طبعا في طرف العيش كده من فوق بجيب بس ايه مسحة بسيطة من الطحينة اللي احنا عملناها.
تمام عشان مش تفك معاكي. طبعا جبنا ايه طاسة، حطيت بقى معلقة زبدة بسيطة وسبتها تسخن، ونزلت بقى بالعيش بالشاورما زي ما انتوا شايفين. تمام. الحتة اللي هي مفتوحة دي بنخليها تحت، ونسيب الايه شكل الفول. تمام. بديها بقى لون زي ما انتوا شايفين ذهبي كده وحلو. بعد ما اشيلها بغطيها كده بالفوطه لغايه اما اعمل فوطه مطبخ نظيفه، لغايه اما اعمل طبعا ايه كل الكميه بتاعتي، عشان ايه نعمل الكميه كلها. يعني عملت معايا كميه يعني قطعه من اللحمه، عمل لي كميه حلوه جدا، مش 3 بس، لا عملت لي 5. يعني ما شاء الله ما شاء الله جميله جدا، والطعم بقى جميل والريحه والطعم تحفه. عملت كل الكميه يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. جبتها اهو، هقطعها بقى تقطيع اللي انت حباها. طبعا لو عندك بقى شوية شيبسي اي حاجة بقى حسب الرغبة بتقدميها زي ما انتوا شايفين. وبدأت قطعته زي ما انتوا حضراتكم طبعا شايفين. والفلفل بقى جميل ازاي، تحفة بجد، جميل جدا. ان شاء الله اتمنى يا حبايبي ايه الفيديو ان شاء الله هيعجبكم، بطريقة جميلة وبسيطة ونضيفة في البيت وضامنينها، ويعني بجد حلوة جدا. جبت بقى الطبق يعني طبق فاضي بقى، وقدمت فيها الايه الشاورما بتاعتي. طبعا جبت بقى ايه كاتشب ومايونيز ازين بيه او احطه. طبعا حطيته في بولة برضو، وبتاكليه بقى مع الشاورما كده بسيط. طبعا بفنش الطبق في الاخر زي ما انتوا شايفين بشكل بسيط جدا وحلو. بس كده ان شاء الله. اتمنى بقى الوصفة تعجبكم والحلقة تعجبكم، ويا ريت ما تنسونوش باللايك وشير، تفعلوا لي الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مع مطبخ سمسمة. واشوفكم